السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم حبايب شلة حجاج. يس زي ما انتم شايفين الأجواء صراحة متقلبة. اليوم مطر، الجو مو بارد مرة لكن صراحة أمطار مرة قوية. طبعا اليوم رايحين نشتري أثاث لبيتنا. طبعا راح تشاركونا أنتم في آرائكم، طبعا ما نستغني عنكم، تعطونا تقولون وش الشيء الحلو، الشيء اللي مو حلو، الشيء اللي عجبكم، الشيء اللي ما عجبكم، راح تشاركونا بآرائكم. وبس قبل كل شيء راح لابد نمر مدرسة فيصل ومدرسة موضي، نعطيهم أوراق تثبت أننا ساكنين في السكن هذا. طبعا أعطيناهم عقد الإيجار، قالوا لا نبغى شيء يعني شيء ثالث غير حق النت اللي في عنوان بيتكم وغير عقد الإيجار. فزي ما قلت لكم الآن بنروح ونشوف المدرسة، نعطيهم الأوراق، نعطيهم كل شيء، نخلص أوراقنا عشان إن شاء الله بعد رأس السنة أعطي يداومون. نقص ورقة، جيبوا ورقة. جاهزين؟ واو ركبوا السيارة تركوني. جاهزين؟ هي فيصل موضي فارس جاهزين؟ ليتس جو. الآن طلعنا، شوفوا كيف الأمطار، لا إله إلا الله الصراحة. مو كثير شوية. الناس اسوي لايك شير سبسكرايب. الناس سووا ايش؟ موضوع بتقول لكم شيء. مسوين لايك شير سبسكرايب. ايه وانت يا فيصل؟ لايك شير سبسكرايب. فارس، خلينا نشوف فارس وشو؟ طيب حبيبي شاطر، احسنت يا فروسي. طبعا شوفوا هنا في زي النادي للسكن اللي احنا فيه، وفي زي الملاهي، في مسبح، مصاري رياضيه. الصراحه مره يعني السكن مره يعني الصراحه ممتاز، لكن مشكلته في الشتاء ما يمديك يعني تنبسط فيه. يعني تطلع في زي الممشى ورا هنا بالخلف، لكن على اساس الامطار ما نقدر نروح ونشوف، فما لنا نصبر وقت الربيع يكون اجواء حلوه فيه. وصلنا الان مدرسه موضي، راح نعطيهم الاوراق ونطلع. والله اليوم فيه ناس كثير مداومين، ايش عندهم؟ يمكن في اجتماع او شيء. جاهزين؟ طبعا تمطر، لازم نروح بسرعة ندخل. خلاص؟ افا ما في ملبق هنا. ليه؟ توقعت في شيء اليوم، الناس ماخذين الملابق كلها، لكن راح نلبق هنا بسرعة. في ناس ملبقين كذا بالطول، نلبق زيهم بالطول. يلا 1 2 3 جو. انتبهوا السيارات. هذه المدرسة حقت موضي جيتس. طبعا جيتس معناها البوابات، elementary معناها ابتدائية، جيتس مع الاس بالاخير معناها البوابات، ابتدائية البوابات. بس ايش يقصدون في البوابات ما ندري. خلصنا الاوراق حقت موضي، وكان في فار، وعندهم حفله اليوم عشان اخر يوم. ايش عندهم موضي؟ فار. عندهم بارتي، عندهم حفله اليوم. يلا احنا بنروح مدرستي. طبعا الحفله بالانجليزي اللي هي بارتي، بس انه باللهجه او بالاكسنت الامريكي ما يقولون بارتي، يقولون بارتي. التي ياكلونها. مدرستي الحين مدرسه فيصل. فيرس. لا مدرستك يا فيصل. لا فيرس. نعطيهم الورقه على طول ونطلع. الان مدرسه فيصل لازانيا. اللي هان intermediate school. هاني. هان intermediate معناها اي متوسطة. intermediate معناها متوسطة. HIC. يلا من دور يضغط الجرس؟ يلا ما تطلين
يلا خل الماضي. خلاص بس واحدة. زي كذا. شوي. اقعد قدام الباب طيب. Hi, we just want to turn that off to a proof of residency for my son, please. طبعا لازم يقولون وش عندك. يلا تدخلون. خلصنا، اعطينا الورقة والآن ما عاد بقى شيء. فارس اصبر يا فارس، انت الحين انت يعني عندنا وقت طويل لك. عندنا وقت طويل يعني ما راح يقولون لا. بس اخوانك الكبار اهم، صح؟ صح؟ ايه صح؟ طيب شاطر، يلا اركب. يلا اركبوا. لا الحين خلاص نروح عشان نشتري للبيت، نشتري شيء نجلس عليه. وصلنا لمحل الأثاث. يلا جاهزين؟ وشو فارس؟ متحمس فارس، وشو؟ ها؟ اوكي. قاعد يقول الناس بشوفهم. طبعا عندهم تخفيضات عشان الكريسماس راس السنة. ايش في هذا ب800 على تخفيض 50%. حلو هذا. تعالوا شوفوا هذا يصلح لنا قدنا. هذا ب 499 دولار بس هنا قطعتين. بس يجنن حجاج. هذا اتوقع ذي القطعه الواحده ب700. بس عليهم طيب. خلينا نشوف القطعه الواحده ولا مجموعهن ولا كل الثلاث. انا عجبني الرصاص. بس ارمى الرصاص اللي تو. ايش حطه؟ زين كومفي حسه. والله زينه. وش المخدة ذي فيصل؟ والله مريحة شكلها. نشوف الأسرة هنا. زين السرير هذا. زين؟ زين هذه. أقدر أنام فيها زين. والله مريح السرير الصراحة. تنامين الحين؟ زين خليني أنام. ها؟ ايش رايك؟ ها فيصل؟ زين خليني أنام. نمت شكلي. أنا موضي؟ بعد خليني أنام. في ريموت. في ريموت؟ أبي أنا. أبي في ريموت. في ريموت السرير هذا. موضي انزلي لا. هذا يرفعه. هذا السرير أبي. ها شوف رفع. يا سلام. زين اوه زي كذا. والله يهبل. ودي واختي. رفع. واخر موضي. والله ذا كرسي مو في سرير صار. والله حلو. والله صار ذا كرسي.
شوف شلون صار. يلا يا ناس بخليه كرسي. بابا صار كرسي. ممتاز والله حلو. ماما هذا يصير كرسي بعد يصير سرير. هذا اللي انا ابيه. انا ابي هذا انا. والحين نرجع كذا. والله حلو. انا ابي. بس صراحة اسعارهم مبالغة شوي. يعني اسعارهم مبالغة في بعض الاشياء. صراحة اسعارهم مرة مبالغة. مبالغ فيها مرة. مرة مبالغ الاسعار فيها. ممكن الطاولات. خلينا نشوف التيبلز. خلينا نشوف التيبلز. والله هذه زينة. هذه 219. هذه انا احب هذه. هذه with chairs. شوف هذه مجموع قبل ب 400 1900 يعني 2000. Salad room. Hi, how are you? أسعارهم مرة مبالغ فيها حتى في الطاولات. يلا يا حتى في الطاولات مرة الناس انا يعني يبيعونها في القطعة مو كاملة. يعني ايكيا أرخص منهم بكثير. محلات في ثانية عندنا في نفس المنطقة أرخص منهم. مرة غاليين الصراحة. الصراحة أسعارهم مرة مبالغ فيها. ما كنت أتوقع أسعارهم زي كذا. مع أن المحل هو زي ما أنتم شايفين أوتلت. يعني عنده تخفيضات. صراحة عندهم تخفيضات. بس تخفيضاتهم يعني يعني القطعة الواحدة تقريبا $300 $400 قطعة الكنبة الواحدة. ففي محلات ثانية أرخص منهم بكثير. هذا غدانا من أحد متابعينا من اليمن. الله يعطيهم الصراحة الصحة والعافية. والله صراحة تفاجأنا يعني. فاجأنا. عرفوا مكان نظار من التصوير وين حنا فيه وقابلونا وأعطونا الوجبة هذه اليمنية. يعطيهم الصحة والعافية. اتوقع رز بس بالطريقة اليمنية او شيء زي كذا. يعطيهم الصحة والعافية. والله مشكورين ما قصرتوا. وسلطة وحركات بيض الله وجيهكم الصراحة. ومشكورين وما قصرتوا. الآن احنا ورا البيت. يعني نكتشف المنطقة اللي ورا البيت. ها فيصل تجي معي؟ فارس. فارس دائما لابد انه يخوينا في اي مكان نروح له. الله الله الازعاج. جنبنا قطار. شوفوا القطار هناك. تشوفونه؟ الله يعيننا على الازعاج. والله حلو المكان ذا اللي خلف البيت. الله يا ريت بيتنا في الجهة اللي هذه احسن. فيصل مو لبيتنا من الجهة اللي من ورا احسن؟ ما اقدر اسمع في القطار. لو بيتنا من الجهة اللي ورا مو باحسن؟ اي والله. يكون عندنا هذا يسمونه اللي هو الباك يارد. يكون عندنا يعني حديقة خلفية. بس احنا بيتنا مطل على الشارع. اجل. لا بس اذا شوفوا زي هذا يكون بيتنا شلون مطل على الحديقة هذه فأحسن. احنا مطل على المواقف. بابا انا كأني لقيت طريقة ثانية اروح للمدرسة. شلون؟ يعني للباص. طبعا المدارس شلون؟ يعني قدام. تشوفون المبنى هذاك اللي هناك؟ ايه هنا بابا. لحظة. بابا ما اختار هذا المبنى اللي هو الاوفيس. حنا اخر مبنى والله. فاحنا اخر مبنى. فالباص حق المدارس يجتمع. كل المدارس طبعا يجتمع الباص في المبنى حق الاوفيس اللي هناك. يعني المكتب. فيجتمعون الطلاب كلهم فيركبون الباصات. فطبعا وقت البرد طبعا صعب يمشون لان الجو بارد. فلابد اني انا اوديهم. طبعا بيتنا القديم الله يعني الله يخلف. بيتنا القديم طبعا كان الباص ستوب اللي هم المكان اللي وقف فيه الباص كان قبال المبنى. فما يحتاج انه اصلا يمشون كثير.
لكن هذا السكن هذا يعني اللي يبغى لها مشي شوي. احنا مو ماشي هو طبعا مو بعيد، بس طبعا عشان الجو بارد ف يتكسرون شوي، فلا بد ان واحد يعني يوديهم. يعطيكم الف عافيه لمشاهدتكم يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله نشوفكم بكره في فلوق جديد، ومشكورين وما قصرتوا، مع الف 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 سلامه. باي فارس، باي.